السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن ريفيو عن زيت الوجه من لوريال. فلو انت عايزه تعرفي ايه رايي فيه تابع الفيديو لحد اخره. انا الاول هقول ايه اللي مكتوب عليه واللي قريته عنه، وفي الاخر هقول تجربتي انا معاه. اول حاجه مكتوب عليه انه زيت للوجه، يغذي وينعم ويمنح اشراقه، وانه للبشره العاديه، وانه زيت مكون من 8 زيوت، وانه برضه غير دهني وسريع الامتصاص. فانتي لو استخدمتيه البشرة هتمتص الزيت، فهتحصلي على نتائج مميزة من غير ما يسيب اي اثار دهنية، وانه مناسب لجميع انواع البشرة. ومكتوب ان هو بيرطب البشرة وبيمنحها العناصر اللازمة للتغذية. وازاي تستخدميه؟ ان انت تحطيه على بشرتك بعد ما تنضفيها كويس، وتستخدميه يوميا قبل كريم الترطيب عشان تغذي بشرتك بشكل مكثف، حتى ان هو مناسب للبشرة الحساسة يعني. مكوناته هو مكون من 8 زيوت، اللي هو زيت الورد والكاموميل والبرتقال واللافندين والخزامي والمردقوش واكليل الجبل والجيرانيوم. انا اعتقد اتمنى ان انا قلت الاسامي دي صح، مش عارفه بصراحه. انا قريت عن فوائد كل زيت من دول وهقول لكم ايه فوائدهم. اول زيت اللي هو زيت الورد، قريت ان هو ليه تاثير مرطب يعني، وهو بيستخدم في التخلص على جفاف البشره وتشقق، ويساعد على التخلص من حب الشباب. وزيت الكاموميل بيساعد على التخفيف برضو من حب الشباب، ويخفف من تهيج البشرة واحمرارها، ويساعد في التخفف من التجاعيد، يعني بيقلل من التجاعيد بتاعة البشرة. وزيت البرتقال يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين وتدفق الدماء إلى البشرة يعني، فبيديها نضارة وحيوية. وبعد كده زيت اللافندين يساعد البشرة على استعادة توازنها وإفرازها للدهون بشكل معتدل، ويساعد على تجديد خلايا البشرة. ده الكلام اللي أنا قريته. فأنتي لو حابة تبحثي برضو أكتر ممكن تكتبي يعني كل زيت في جوجل وتبحثي عنه. وبعد كده في زيت الخزامي يستخدم برضو كمرطب للبشرة، ويعتبر مضاد فعال قوي للبكتيريا. وزيت المردقوش ده يساعد على تفتيح البشرة وتنعيمها. وإكليل الجبل، هل اسمه إكليل الجبل؟ اسمه إكليل الجبل. ده يساعد على تلطيف التهاب البشرة وترطيبها، ويساعد على شد البشرة ويخلص البشرة من آثار الحبوب، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة. وبعد كده الجيرانيوم، ده بيساعد على التخلص برضه من حب الشباب والبقع، ويحافظ على نعومة جلد البشرة لأنه بينشط الدورة الدموية يعني. وهي دي كانت فوائد الزيوت اللي موجودة في زيت لوريال باختصار يعني. في معلومات كتيرة قوي على الزيوت دي، ممكن تبحثي أكتر عليها. السبب اللي خلاني أجيبه هو إني أحطه قبل المكياج، يعني تقريبا كبرايمر قبل ما أحط كريم الأساس، لأن أنا بشرتي كانت بتقشر. وكريم الأساس بتاعي من أمانتا اللي كلمتكم عنه قبل كده كان كان بينشف بشرتي لانه خالي من الزيوت، بس ده ما كانش مناسب لبشرتي يعني، وبالاخص في الشتاء يعني الفتره اللي فاتت. وكان في ناس كتير قوي قوي اتكلمت عنه وقالت انه ممتاز قبل المكياج وهيرطب بشرتك جدا، وهيخلي الفاونديشن يتوزع بسهوله معاكي. فقلت اجربه. كان سعره حوالي 135، يعني مناسب، وبالنسبه للكميه اللي انت هتستخدميها هيطول معاكي جدا يعني. انا بصراحه حسيت تجربتي بقى معاه، انا بصراحه حسيت ان هو عادي جدا، مش زي ما كنت فاكراه من كتر الكلام عليه. ايوه هو بيرطب كويس، بس زي اي مرطب ممكن تستخدميه. بس هو احلى حاجه فيه ان هو فيه مجموعه من الزيوت مفيده جدا لبشرتك، تخلي بشرتك احسن بكتير. بس انا حاسه انه مش ضروري قوي، ممكن تكتفي بكريم الترطيب بتاعك وخلاص. بس لو مثلا عايزه تجربيه، او او لو حابه يعني مثلا تدلعي بشرتك اكتر، هاتيه. هو مش وحش، بس هو زي ما قلت مش مهم قوي، مش ضروري قوي. وبس هو ده اللي رأيي فيه. انا حبيته كأنه هو عشان يعني مجموعة الزيوت دي كل زيت بيعمل حاجة معينة، فحلو جدا ان انتي ترطبي بشرتك او يعني تغذي بشرتك كويس. بس زي ما قلت ان هو يعني للسبب اللي انا كنت جايباه قبل المكياج، حسيت ان هو بيكلكع وبيخلي ال- الفاونديشن كده يتفكك يعني، مش ثابت، فما حبيتهوش خالص. بس لا قبل المكياج، لكن هو كعناية بالبشرة حلو جدا، بس كحاجة للمكياج ما ما حبيتهوش خالص. بس هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وبتكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الفيديو اللي انتوا حابين تشوفوه قريب، وانا ان شاء الله هحاول اعمله. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.